علاوي تحداني التحدي وانا ملك التحديات، قال لي زك اذا هذا الموبايل انباع راح اعشر، فانا غيرت شوي من الخطه وقلت هذا الموبايل اذا ما انباع اهديه للمتابع. فهسه انتوا تعالوا وياي، اذا انباع الموبايل راح نتعشى ونكمل الفلوق، واذا ما انباع الموبايل راح اهديه لواحد من المتابعين، اكثر واحد يعلق تم. احلى شيء من تمشي وتلقى متابعينك وين ما تروح قدامك، احلى شيء عنده هاي بحياتك. وهسه وصلنا صوره السيد وناخذ الموبايل حتى نشوفه ينباع ولا لا. واول محل نبدا به عادل ابل. طبعا مع كل الاسف عادل ابل ما يشتري هيك اجهزه قديمه، بس الاجهزه الجديده. احنا مستمرين لحد ما نلقى لنا ابو محل زين ويشتري هذا الموبايل وابو تشيك مطمئن من يمي. واخيرا لقينا محل، بس مع الاسف ما يشتري موبايل، جاي نسوي اللزقه مال الموبايل الثاني. يا اخي ابو حسون ولا يقعد راحه، يقول لي حسين ليش ما تقول له اعلان نسوي لك حتى يشتري. وهسه نختم اخر فيديو مصطفى للموبايلات، تعالوا خلينا نشوف. طبعا قسما بالله الولد لا اعرفه ولا يعرفني، فطبيت لي المحل وقلت له كابتن هذا الموبايل اريد ابيعه، شوفه فحصه على راحتك وقل لنا ايش قد السعر باللي يرضى الله، لان هذا الفيديو راح ينشر على التيك توك، قال تدلل حبيبي وانا بخدمتي. طبعا الحلو بهذا المحل انه اسعاره كلش تخبل ورخيصه، وكميه العالم تجي من حسب الثقه مالته خيالي. فابو حسون بعده خايف وقال لي زك وكان الموبايل ما راح ينباع، يا بدي انتظر وشوف الموبايل شلون راح ابيع. وبعد اتفاقيه دامت ساعه من الحكي والفحص للموبايل، الحمد لله تم بيع الموبايل وبسعر كلش حلو وجميل، والسعر 75. فانتم اي موبايل عندكم تقدرون تجون لهذا المحل وتبيعون اجهزتكم وتشترون، واسعارهم كلش حلوه ورخيصه. ابو حسون مو قلت لك الا بيع الجهاز؟ اذا انتم عندكم جهاز قديم تقدرون تبيعونه يم هذا المحل. عنوان المحل مدينه الصدر قرب جوز وموز.